السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. التفاصيل الرسمية للخبر الأول: إعلان النادي والمدرب. أعلن نادي باير ليفركوزن رسمياً عبر موقعه الرسمي اليوم 9 مايو 2025 رحيل المدرب تشابي ألونسو بنهاية الموسم الحالي بعد اتفاق ودي بين الطرفين. من جانبه أكد ألونسو خلال مؤتمر صحفي أن مباراتي دورتموند وماينتس ستكونان الأخيرتين له مع الفريق، مشيراً إلى أن الوقت مناسب لهذا القرار دون الكشف عن وجهته القادمة. الإنجازات مع ليفركوزن: قاد ألونسو الفريق إلى أنجح حقبة في تاريخ النادي، حيث حقق البوندسليغا بدون هزيمة الموسم الماضي لأول مرة في التاريخ، ثنائية الدوري والكأس، بالإضافة إلى الوصافة في الدوري الأوروبي. أشاد مسؤولو النادي بأدائه ووصفوه بالمحطة الفاصلة في تطور الفريق. 3. السبب والوجهة المتوقعة: يرجح انتقال ألونسو لتدريب ريال مدريد خلفاً لأنشيلوتي، وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية وألمانية. ذكرت صحيفة ماركا أن الاتفاق مع ريال مدريد يشمل عقداً ل3 مواسم مع دفع تعويض يقدر ب 12 مليون يورو. ليفركوزن أكدوا في بيانهم أن الإعلان عن المدرب الجديد سيتم لاحقاً. السياق الأوسع: يعتبر رحيل ألونسو تحولاً كبيراً في عالم التدريب، خاصة مع احتمالية توليه مسؤولية أحد أكبر الأندية العالمية ريال مدريد. ترك المدرب إرثاً استثنائياً في ليفركوزن، حيث حول الفريق من منافس عادي إلى بطل تاريخي.